يقول: أحسن الله إليكم، انتشر في الآونة الأخيرة شيء عرف بالترند العالة، وذلك أن يجتمع عدد من النسوة من العائلة كالأم والبنات والخالات ونحو ذلك، ويقومون بتصوير العالة، ويظهرون مع ذلك بعض مفاتنهم كالشعر واليدين إلى الساعدين، ويقومن بنشر ذلك على صفحات التواصل، علما بأن هذا انتشر بكثرة. فما نصيحتكم؟ هذه الأحوال المزرية التي تتتابع في مثل هذه الأزمان، ومن ذلكم أن تجتمع عائلة في أصلها من عائلات الإسلام ومن بيوتات المسلمين الذين عرفوا بالغيرة والنخوة والشهامة، وإلى زمن غير بعيد كانت الأمهات لا تكاد ترى أو لا يكاد يرى منها إلا عينها تلبس لباسا ساترا لا يبدي خصرا، ولا تبدو من المرأة شعر، وكذلك أيضا لا يبدو مفاتنها. عما البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله عبر وسائل التواصل، وانتشرت هذه الشرور، فمن أجل أن يحصلوا إعجابات وتنتشر أخبارهم عبر الصفحات التي يتابعها في أكثر الأحوال الفارغون التافهون. تجلس عائلة في أصلها محترمة من أب مسلم قد يكون مصليا من أهل المساجد، ومن أم أيضا، تجلس العائلة وتأتي بما يسمى بالعالة، ويضعون حلويات ويضعون بعض الأطعمة، ويظهرون هذه الجلسة في مباهج من الطعام ومباهج من الألبسة، ويلبسون حليا، يلبسون ثيابا فاتنة، يظهرون السعة والنعمة والمال، وكما أخبر السائل يظهرون بعض المفاتن، فهذه يبدو شعرها، وأخرى ساعدها، وثالثة ربما يدا منقوشة بالحنة، ورابعة ربما كذا. وبعد هذا التصوير الأثيم الخالي من المروءة ومن حسن الديانة ومن النخوة والشهامة لهذا البيت، يظهرونه ترندا على حد تعبيرهم، فيطوف في الصفحات ويحلق في أماكن عدة. ألا يتقي الله جل في علاه هؤلاء؟ ثم أين الآباء؟ وأين الإخوة؟ وأين الأعمام؟ وأين الأخوال لمثل هذه الجلسات الآثمة التي تدل على دنو حال وضعف الدين، وتدل على التبعية والتقليد الأجوف؟ بيت من بيوتات الإسلام الشامخة في العفة والحياة والغيرة. إلى زمن قريب يغار المرء أن يرى أحدهم كف يد ابنته أو زوجته أو عمته أو خالته أو أخته. اليوم يجلسون في البيت وتدخل الكاميرات لتصور أعراض المسلمين وبنات المسلمين وأمهات المسلمين، بدعوى أن هذا يصير
محل انشغال الناس، فمن شاكر وفرح ومن مثن، وهكذا. بيوتات فارغة، بيوتات عاطلة، بيوتات لا تمت إلى أخلاق الإسلام ولا مروءة المسلمين ولا عادات أهل البلد من النخوة والشهامة. صاروا فارغين لأن أنفسهم لم تشغل بالخير. أنتم تصورون العالة والبراد والأكواب والحلويات، وغيركم في بيوت الله يحفظ البقرة وآل عمران والنساء، وغيركم من البيوتات هذه صائمة شعبان، وأخرى تقوم الليل، وعائلة تجلس على مراجعة المتون الشرعية ودراسة أحكام الصيام. هذا يسبح وذاك يستغفر، وثالث يراجع القرآن، ورابع ذهب إلى الكتاب. هذه البيوتات التي يفتخر المرء بها ويفرح. أما هذا الدجل والوهم الذي تعيشونه من أجل أن يجلب لكم ابتسامة أو سعادة واهمون، بل أنتم غافلون، وما تفعلونه دمار على بيوتكم، ودمار على أبنائكم، ودمار على أخلاقكم، وإفساد لهذا المجتمع الطيب. انشغلوا بما يقوى عليه أهل الفضل. افرحي أيتها الأم بابنتك إذا حفظت ربع القرآن أو نصفه أو كله. افرح أيها الأب بولدك إن كان قد حفظ القرآن وأحب السنة. افرحوا أيتها البيوت إذا كانت تقرأ البقرة في بيوتكم، فإنه لا تستطيعها البطلة، وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أعمروا جنبات البيت بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالقراءة في الأحاديث، بالتذكير. تجد البيت يشوع نورا وبركة وهناء. أما ما يجري من هذه التفاهات ستقلب عليكم أحوالكم. ونصيحتي للرجال أن يأخذوا بزمام القوة في منع مثل هذا البلاء وهذا الضعف. أنت رجل البيت، لا ينبغي أن تقودك النسوة الغافلات الضعيفات. أنت الأب وأنت الأخ، بيتك داخل بيتك مع حرماتك. تطوف الكاميرا على حرماتك من بنات وزوجات وأمهات، وهذه تبدو يدها، وهذه شعرها، وتلك تبدي زينتها وذهبها، وثالثة أيضا ورابعة، وأنت تجلس في مجالس الرجال. أنت تجلس في مجالس الرجال وهذا حال بيتك، وأنت تجلسين في مجالس النسوة والأمهات وهذا بيتك. نصيحتي لهؤلاء أن يتركوا هذا الشر، ومن رآه أنكره، ومن سمع به أنكره. والواجب على الجميع أن يزرعوا عادات الخير في هذا البلد، وأن يتواصوا الجميع بحفظ الحرمات، وأن لا نكون أذنابا. تعيش ذنب حياتك ما وفد عليك عملت به، وما رأيته في الفيسبوك جعلته في بيتك. لذلك هذا الملتقى لا يجوز، لما فيه من إظهار العورات، ولما فيه من كشف ما يجب ستره، ولما فيه من التباهي والاغترار، ولما فيه أيضا من فتح باب الشر على بيوتات المسلمين. وقد يكون أيضا مصحوبا بالموسيقى والغناء. أعوذ بالله من مثل هذه الأحوال، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يحفظ نساء المسلمين، ويحفظ أبناء المسلمين.
الفضلاء يتسابقون في حفظ القرآن ورعاية شعبان، والتافهون وراء عالة وبراد الشاي. نسأل الله جل في علاء العفو والعافية.